كيفكن يا حبايبي؟ يسعد لي اوقاتكم. راح نعمل سناك ليلي بالكورن فليكس ومكون تاني. طعم بيشل خرافي كتير. خليكن وشوفوا كيف النتيجة راح تطلع وشو المكون التاني راح نضيفه. مثل ما انكم شايفين عنا قطعة من الموز، قطعة واحدة من الموز، وعنا الكورن فليكس، وعنا كمان شغلة نحطها بالاخير. منقشر الموزة. عن جد هاد السناك مستحيل ما تقدمنوا عليه. ادمان ادمان ادمان. الطعم كتير خرافي. طبعا مثل ما انكم شايفين بعد ما قشرنا الموزة، انا شوي مستعجل، بنهرس الموزة بأي هراسة. ما عندكم هراسة بالشوكة معلش، مهم انه نهرسها هرسة. نعبيها جوا الصحن بشكل كامل مثل ما شايفين. عن جد الطعم يا جماعة رهيب 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 رهيب. لما بدك تذوقوها مستحيل ما تعملوها يوميا. مثل ما انكم شايفين هون هرسنا الموز، وهلا نجي على الكورن فليكس. طبعا هو اختياري، انتو كيف بتحبوا. ونجي هلا على الكورن فليكس. طبعا هو اختياري، انتو بتحبوا تكتروا بتحبوا ما تكتروا. بصراحة لما تذوقوا الطعمة رح تدعولي. كأني انا كترت شوي بس معلش بيستاهل لانه عن جد. طبعا هذا الكورن فليكس اختياري، انا جايبه بالشوكولا حبيبات. فيكن تستعملوا اي نوع تاني، بس هذا عن جد اطيب شي بيطلع للسناك تبع الموز. طبعا هذا الشي من اختراعي يعني. مو الكورن فليكس من اختراعي، السناك هذا من اختراعي. اخر مكون هو العسل، عسل طبيعي. اي نوع عسل عندكم ما في مشكلة، بس انا بستعمل طبيعي. شاري هاي الانبوبة من السوق، مفضيها وحاطط فيها عسل طبيعي، وبتحطوا هيك عسل. وبس هيك يا حبايب القلب. مثل ما انكم شايفين الشكل لحاله بيشرح نفسه. جربوها واكتبوا لي بالتعليقات. عن جد رح تحبوها ورح تدعوا لي كتير. والسلام.